النصيحة هو واسطة عقد ما تعقده جماعة العدل والإحسان من مجالس تعليمية وتكوينية وتدريبية وتنظيمية وتخصصية. ففي مجلس النصيحة يسعى المؤمنون للتعرض لوعد الله سبحانه كما جاء في الحديث القدسي الصحيح: وجبت محبتي بالمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه. وفي مجلس النصيحة تدوم بفضل الله كل الفوارق العمرية والتنظيمية والاجتماعية، الجميع جنبا إلى جنب في رحاب الصحبة والذكر والصدق، الشباب والشيوخ، الأطر والمعطلون، الفقراء والأغنياء، المسؤولون والأعضاء، طلبتهم جميعا الله، وبغيتهم تزكية أنفسهم وإعداد قلوب للقاء الله ورفع عيون أفئدة إلى مقعد الصدق عند مليك مقتدر في الدار الأخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفي مجلس النصيحة يجد المؤمنون ويلمسون ويرون ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، المجتمعين على ذكر الله وتلاوة وتدارس كتاب الله، متعلقين برسول الله صلى الله عليه وسلم من طمأنينة وسكينة ورحمة ومعية. كيف لا وعنوان مجلس النصيحة واسمه وغايته وأهدافه وبرنامجه مأخوذ من الحديث الصحيح لإمام الناصحين عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. على هذه الكليات يجتمع المؤمنون في مجالس النصيحة، غايته أن يمن الملك الوهاب على كل واحد منهم بانجماع قلبه على مولاه المعطي بلا حساب لمن سعى وتضرع وأناب. ومجلس النصيحة وما يتفرع عنه من مجالس للقرآن ومجالس للحديث النبوي الشريف ليست مجالس دروسة وتناغم، بل هي مجالس يتعلم فيها المؤمنون حقيقة النصيحة لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما وتهمما، دعاء ودعوة لخير الدنيا وخير الآخرة برفق وحلم يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإسلام آت وعد من الله عز وجل حق، ولا ينصرن الله من ينصره، ثم تكون خلافة على الناس.